السلام عليكم، واش راكم؟ مرحبا بكم معايا ان شاء الله في هذا الفيديو. لقاكم كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه تاع البراج ولا مبرجه، كل واحد كيفاه يسميها. وصفه تقليديه جزائريه كانوا جداتنا يديروها كي يوصل فصل الربيع. هذه الطريقه بزاف سهله. براج يجيو يذوبوا في الفم مرملين، ما يجيوكش معجنين ويجيو مبسين. غير بكيلو 200 غرام سميد درت 40 حبه تاع البراج، يعني كميه لا باس بها. وكل ما طولوا كل ما زادوا طراو اكثر، جاو ما شاء الله. والطريقه تاعهم جد سهله، فقط تبعوا المراحل باش ينجح معاكم البراج. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تخليوا لي جيم وتعليق، واللي اول مره يشوف القناه نتمنى يشترك ويفعل الجرس. لازم تفعلوا الجرس باش اي فيديو نديرو جديد يلحقكم. نرجع للوصفه بسم الله. هنا عندي 3 كيلات سميد متوسط، لازم يكون متوسط، ما هو رقيق ما هو خشين. والبول اللي درت به بول صغير، لازم ديروا كيله تكون بومبي. الكميه تاع سميد درت كيلو و200 غرام بالتدقيق. راح نزيد ملعقه كبيره تاع جلجلان محمص، ما كثرتش بزاف جلجلان لانه درت في الغرس. وندير الملح لازم كيما ديروا للخبز والكسره. ونضيف الزبده بغنوازات. على واش درتها بغنوازات؟ لانه ما عنديش السمن. الزبده 500 غرام درتها في كاسرول فوق النار تكون متوسطه، تخليوها تغلي حتى تولي تشكل واحد الرغوه كيما الحليب. تجي الرغوه هذيك كي تطلع تبدا تفيض كيما الحليب، تطفيو عليها النار وتخليوها تبرد. وضفت كاس صغير تاع تاي زيت، حوالي 120 حتى 130 مليلتر. وهذه المرحله مهمه باش البراج ينجحوا لك ويجيو مبسين ومرملين. لازم ديروا هذه الطريقه، تمحروه بين يديكم مليح حتى المكونات كامل يتجانسوا. والزبده تزيد تطلق الدهن تاعها مليح وتتجانس مع السميد. كي ديروا هذا لاستيوس يسمى السميد راهو مبسس مليح، كي نشكلوا بول، والبول هذه كي نرميوها ما تتحلش، يعني تقعد محافظه على الشكل تاعها. نفس لا ميثود هذه ديروها مع البراج، ديروها مع المقرود نفس الطريقه باش تتحصلوا على نتيجه مليحه ويجيكم مرمل. نخليه 3 دقائق ما بين ما نوجد عجينه التمر اللي هو الغرس. الكميه درت كيلو 200 غرام تاع عجينه التمر. نقيتها مليح من العلف. حاولوا قبل ما تصفيوها فوروها ولا ديروها في ميكرووند. كي تطرى نقيوها من الغرس والشابو هذاك اللي لقاوه في التمر، ونعجنوها بالماء حتى تولي تتلاصق في يديكم. بعدها راح تزيدوا لها ملعقه كبيره تاع الزبده وملعقه كبيره تاع الجلجلان، وتلموها بالزيت. الزيت ما ديروش كميه كثيره، حوالي 3 حتى 4 ملاعق اكل تاع الزيت. نرجعوا للعجينه تاعنا تاع السميد، راح نلموها بكيله ماء دافي ونضيفوا لها ملعقتين اكل عسل. هذا هو اللي راح يخلي البراج حمر ونتحصلوا على لون يكون باهي. العسل راكم تشوفوا راهي خفيفه لانه صنع منزلي، واذا عندكم عسل ثقيله تكتفيو غير بملعقه اكل تكون مملوءه. نذوبها مليح في الماء. شوفوا السميد كيفاش راهو مبسس. ونبدا نرش الماء بشويه، حاولوا ما ترشوهاش ضربه واحده، ديروا بشويه. نضيف الماء بالتدريج ونحاول نخلط بالاصابع. العجين تاع البراج ولا تاع المقرود ما يتعجنش، تلموه غير بالاصابع هكا باش تجيكم نتيجه مليحه ويجيكم مبسس. نضيف الماء بشويه ونخلط. واذا الخليط تاعي محتاج الماء راح نضيف له الكميه تاع الماء. انا بديت بكيله تاع الماء، وكيما قلت لكم السميد راهو يختلف من نوع الاخر. انا هذا اللي كان عندي يشرب السوائل بسرعه. الكيله هذيك اللي درت فيها العسل راهي كملت لي، وضفت حوالي 6 ملاعق اكل تاع الماء. ولازم نخليه يروبوزي من 5 حتى 6 دقائق باش يزيد يشرب لي الماء هذاك. لانه الخليط ولا العجينه كي ما تكونش مشربه مليح الماء، المقرود ولا البراج راهو ما يجيكمش مبسس ويجيكم مشقق كي تخدموه.
بعد ما خليته روبوزا ضفت له راس ملعقه تاع خميره الحلويات، نصف ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. الخميره ايضا راح يعطيه هشاشه وطراوه ولون في نفس الوقت. وضفت كميه تاع الماء اللي قعدت لي ونخلط حتى تشوفوا العجين تاعكم بدا يتلم كما راكم تشوفوا في نظن الفيديو راه واضح. العجين تاعي بدا يتلم، هنا تعرفوا باللي الكميه اللي درناها تاع الماء كافيه. قادر تدي لكم كيلة ماء، قادر تدي لكم كيلة ونص كيما قلت لكم. نوعيه تاع السميد كل وحده واش متوفر عندها. العجين راح نقسمه على 2، ندير سطح العمل ندير له بابي فيلم ولا بلاستيك غذائي ولا كيس بلاستيكي اللي عندك، ونحاول نبسطها غير بيديا. راكم تشوفوا باللي العجينه طريه وسهله ماهيش راح تحتاج للحلال. نبسط العجينه الاولى حوالي 1 سنتيمتر، بعدها راح ندير فوقها طبقه تاع الغرس، درتها فوق بابي فيلم باش تسهل لي العمليه، ونحطها فاسيلمون فوق العجينه. نحاول نخلي الحواف يكونوا فارغين باش كي ندير الطبقه الثالثه نغلق الحواف وما يخرجليش الغرس من بعد كي نبسطو. ومن الاحسن الطبقه الاولى تاع العجين تكون اكثر من الطبقه الثانيه تاع العجين، لانه من بعد كي نبسطوه يجيو الطبقات متساويين. بعدها راح نغلقها بالعجينه، ما تخافوش منها لانه راهي مبسه اكيد راح تتكسر لكم. حاولوا اعدلوها برفق، راهي سهله بالبزاف. ما تستعملوش هنا الحلال، لازم تديروا يديكم باش الطبقات يكونوا كامل متساويين، لانه لو كان تستعملوا الحلال وهو مازال خشين قادر جهه تجيكم فيها الغرس جهه ما فيهاش، طبقات ما همش راح يجيو متساويين. بعد ما بسطتها مليح ونتحصل على السمك اللي بغيتو انا، راح نعدل السطح بالحلال. نستعين بكيس بلاستيكي، لانه لو كان ما نديرش كيس بلاستيكي العجين راح يلصق لي في الحلال. ونحاول نسوي السطح تاعي باش يجي ليس، ونقطع معينات كما نعرفوا الشكل تاع البراج التقليدي. انا استعملت السكين لانه ما عنديش الطابع اللي يقصوا به البراج، استعملت غير السكين. وندير عيني ميزاني، والحبه انت راح تتحكمي فيها، بغيتي حبه كبيره ولا صغيره. والبراج اللي درت وانا درت طبقه رقاق، دائما ندير الغرس اكثر من العجين سواء في البراج ولا المقرود، دائما نحاول نكثر من الغرس. نقطعهم كامل، وكل ما تنحيو حبه حاولوا تعدلوها بالكوبات ولا بالسكين، وايضا تسويوا العجين حتى من تحت باش ما يخرج لكمش الغرس، وكي تطيبوهم يتحرق الغرس. درتهم فوق الطاجين تاع الحديد لانه ما عنديش الطاجين تاع الطين، من الاحسن ديروا الطاجين تاع الطين وفوقو الطاجين تاع الحديد هكا باش يطيبوا لكم مليح ونتحصلوا على لون باهي. شوفوا كي عاد درنا له العسل والخميره تاع الحلويات، جا ما شاء الله الطري مبسس مرمل يذوب في الفم، وكل ما طول كل ما زاد طرى اكثر واكثر وزاد بنان ما شاء الله. كيلو 200 غرام تاع سميد دارت لي 40 حبه، والحجم تاع الحبه متوسط، ما درتهمش خشان بزاف. واذا بغيتوا تخشنوهم اكيد الكميه تاع البراج راهي راح تنقص، تجيكم قل من 40 حبه. انا ساعه نديرهم خشان ساعه نديرهم رقاق، وان شاء الله تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، ونقول لكم سلام. نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفات اخرى.